الشخص اللي قدامك في الصورة ده بطل واحدة من أبشع القصص اللي حصلت في تاريخ روسيا، ومن أغرب القصص اللي أنت هتسمع عنها، لدرجة إن الصحافة لقبوه براهب المقابر. وفي لحظة تفتيش بيته الشرطة لقت عنده كمية كبيرة أوي من العرايس، والظابط ساعتها كان في حالة من الصدمة والذهول، وده لأنهم ما كانوش مجرد عرايس أو دمية عاديين، دول كانوا بني آدمين. بسم الله، وقبل ما نبدأ قصتنا صلي على النبي. والحكاية تبدأ سنة 2002 في روسيا مع أسرة مكونة من 3 أفراد، أب وأم وطفلة اسمها أوليجيا اللي كان في الوقت ده كان عندها 10 سنين. وفي يوم أوليجيا طلبت من مامتها إن هي تنزل تزور جدتها دلوقتي، وجدتها كانت في نفس الشارع اللي هم كانوا عايشين فيه. وطبعا في البداية الأم رفضت اللي هي تسيبها تروح لوحدها، وطبعا هنا البنت فضلت تلح وتعيط لحد ما الأم وافقت وسابتها تروح لجدتها. بعد ما أوليجيا راحت عند جدتها تمر حوالي ساعتين والبنت ما رجعتش البيت عند مامتها تاني، وهنا الام قلقت قوي فاضطرت اللي هي تنزل تشوفها عند جدتها وتعرف ليه اللي هي اتاخرت. لكن الام هنا لما توصل عند جدتها تتفاجئ ان اوليجيا ما راحتش بيت جدتها خالص. وبسرعه هنا بقى الام تنزل تدور على بنتها في كل مكان حوالين البيت لكن ما تلاقيش ليها اي اثر. بلغت طبعا جوزها اللي هو ابو اوليجيا، وجوزها هنا بقى راح مبلغ الشرطه، وتبدا هنا بقى الشرطه تبحث على أوليجيا في جميع انحاء المنطقه، لكن بدون اي فايده. البنت اختفت تماما. لكن الصدمه اللي يلاقوا بعد ايام جثه البنت موجوده فوق سطح مبنى من المباني، ومش بس كده، ده كان موجود عليها اثار ضرب وتعذيب، ده حتى الشنطه بتاعتها اللي كان فيها بعض الفلوس ما كانتش موجوده. هنا الشرطه افترضت ان دي حاله قتل وغرضها كان السرقه، وان في حرامي قتل البنت عشان خاطر عايز يسرق منها الفلوس اللي كانت في الشنطه، وبعدها اتخلص من الجثه عن طريق مبنى فوق السطح. انا مستغرب ازاي حرامي بالغباء ده يقتل بنت عندها 10 سنين عشان خاطر معاها فلوس. ايه هي اللي ممكن تكون مع البنت دي، او ايه المبلغ الكبير اللي ممكن يكون مع بنت زي كده راحت تشوف جدتها اللي ساكنه في نفس الشارع عندهم؟ بس اللي جاي بقى حاله غريبه ما حدش سمعها قبل كده. اهل البنت هنا تقبلوا الخبر وكانوا في حاله حزن وكان في حاله صدمه، وفي نفس اليوم يتم مراسم دفن أوليجيا، ويعدي على الواقعه دي 10 سنين. وعايزك تركز هنا بقى في الوقت اللي مر بيه دفن أوليجيا. في الفترة دي كان الأب والأم ربنا هنا بقى رزقهم بطفل تاني، بالرغم إن هم ربنا كرمهم بمولود تاني، إلا إنهم في خلال فترة ال10 سنين دولت ما بين موت بنتهم والفترة اللي ربنا رزقهم بطفل ما بطلوش اللي هم يزوروا قبر بنتهم باستمرار. وكمان كانوا بيحتفلوا بعيد ميلادها عند المقبرة بتاعتها، وكانوا بيجيبوا هدايا ويسيبوها على المقبرة في يوم عيد ميلادها. كانوا بيعملوا الحاجة دي كل سنة كأنها عايشة معاهم. هنا بقى هنخش في المهم والأهم، بس اللي الأسرة دي ما تعرفوش إن قبر بنتهم كان فاضي، وإن الجثة بتاعت بنتهم مش موجودة في قبرها، يعني الجثة اتسرقت. واكتشفوا الموضوع ده لما بدأت الشرطة يجي لها بلاغ من السكان، إنه السكان اكتشفت إن في حد بينبش قبورهم وبياخد جثثهم من مقبرة عندهم. والشرطة هنا راحت وفحصت المكان واكتشفت اللي بيعمل الجرائم دي كلها هو شخص واحد، لأن كان في عامل مشترك في كل الجثث اللي كانت بتتسرق، وإن الجثث اللي بتتسرق من المكان ده كلهم عمرهم بيتراوح من 3 سنين ل 13 سنة، وكلهم بنات بس. ومن اللحظة دي بدأت الشرطة تبذل جهودها عشان خاطر يعرفوا مين الشخص اللي بينبش القبور دي وبيسرق منها الجثث، وبالأخص جثث البنات. وهنا الشرطة بدأت تراقب المقابر بدون ما حد يعرف. وتيجي ليلة من الليالي والشرطة قاعدة بتراقب المقابر تعمل كمين وتقبض على الشخص اللي عمل كل ده، اللي سرق كل الجثث دي اللي متبلغ عنها. وفي اللحظة دي الشرطة تقبض عليه وهو بينبش واحدة من القبور. والشخص اللي بيرتكب الجرائم ده هو أناتولي موسكيفين. بس هنا بقى قبل ما أقول لك على اعترافات أناتولي المرعبة لازم الأول تعرف نبذة عن حياته. اتولد أناتولي موسكيفين في روسيا سنة 1966، وفي طفولته كان شخص غريب جدا بشهادة كل اللي حواليه، وكان قليل الكلام حتى مع أهله. في المدرسة كان انطوائي جدا ومالوش اي اصدقاء، لكن في نفس الوقت كان شخص ذكي جدا بطريقه غير طبيعيه. وكان عنده عاده من وهو طفل انه بيحب يشتري كتب في مجالات مختلفه ويقرا فيها، ودي كانت حاجه غريبه لطفل في السن ده. وعاوز اقول لكم ان اناتولي من كتر ما هو ذكي وقبل ما يوصل سن المراهقه كان اتقن 13 لغه، يعني اتعلم 13 لغه. انت متخيل لطفل في السن ده كان عنده مثلا بتاع 16 سنه قدر يحفظ 13 لغة؟ وطبعا لما كبر شوية وابتدى اشتغل كاتب وصحفي ومؤرخ مبسط علوم ومترجم، وكمان كان بيحضر في أكبر جامعات في روسيا. يعني كان شخص عظيم ومتميز بكل ما تحمله الكلمة. نرجع بقى للحظة اللي اتقبض عليها. وأول حاجة الشرطة عملتها لما قبضت عليه
ان هي راحت تفتش بيته، علشان كانوا عارفين ان هم هيلاقوا الحاجه اللي هم بيدوروا عليها عنده. والشرطه هنا تشوف منظر غريب قوي، تشوف عرايس ودميه في كل مكان عنده في الشقه وفي كل ركن من اركان البيت، على الكراسي والترابيزات وفي جميع اركان البيت، لدرجه بيقول لك اللي هم وصلوا اكتر من 29 عروسه. بداوا يسالوا اناتولي انت ليه محتفظ بكل الدميه دي، علشان يرد عليهم رد يصدمهم ويقول لهم ان دي مش دميه ودي مش عرايس، دي جثث الاطفال اللي كانت بتتسرق من المقابر. والمحققين كانوا في حاله ذهول وهم بيفحصوا الدميه دي، لانهم اتاكدوا فعلا ان دي مش دميه، دي اجسام بشريه متحنطه بطريقه بدائيه، وكمان ملبسهم فساتين زي بتاعه الدميه بالظبط. ومش بس كده، اناتولي من كتر ذكائه ابتدى يعمل اجهزه ويركبها في العرايس ويركبها في اجسام الجثث دي، لمجرد لمسها بتطلع صوت موسيقي، والصوت ده زي الدميه اللعبه اللي احنا كلنا عارفينها الصغيره. والشرطه كانت هتتجنن ومكانوش مصدقين ايه اللي بيحصل ده حتى المحققين قالوا اللي اول مره تعدى عليهم جريمه من النوع ده. من هنا نبدا التحقيق علشان يعرفوا السبب اللي بيعمله اناتولي. وبيقول هنا اناتولي وهو عنده 12 سنه كانت الحكومه في الوقت ده عامله جوائز ماليه للمدارس اللي هتقدر تجمع اكبر عدد من الكمامه في الشوارع. يعني كانوا بيطلعوا كده مجاميع من الاطفال، كل مجموعه تمسك شارع تلم الكمامات بتاعتها وتخلي الشارع جميل. من هنا اناتول يطلع مع الاطفال دي بعلم الاداره. ولما اناتولي طلع مع زمايله بيلم الكمامه زي ما تقول كده بعد عنهم شويه، اختفى عنهم شويه. ولما اختفى لقى نفسه في مكان كل الناس اللي فيه كانت لابسه اسود، وفي اللحظه دي كان في مراسم دفن، واناتول في اللحظه دي كان طفل صغير كانش يعرف ايه ده وكانوا بيعملوا ايه، والناس دي موجوده ليه هنا. لكن شاف في الوقت ده منظر غريب جدا، واللي هو لقى تابوت محطوط والناس اللي لابسه اسود دي كلها حوالين التابوت. لما شاف المنظر ده خاف وحاول يهرب، لكن اكتشف ان في واحد من الناس دي واقف لاحظ بوجوده، راح ماسكه كده سحبه بالعافيه وراح موقفه قدام التابوت علشان يشوف في التابوت طفله ميته. ومن اللاحظ اللي الطفله دي طلعت من سن اناتولي، وقربت منه واحده ست وقالت له دي تبقى بنتي ناتاشا، ومش هسيبك تمشي من هنا غير لما تبوسها. واناتول في اللحظه دي كان خايف ومرعوب وحاول يترجاهم اللي هو عايز يمشي، لكن الست صممت اللي هو لازم يبوس بنتها قبل ما يمشي. وبالفعل اناتول يقرب من التابوت ويبوس البت دي 3 مرات زي ما امها قالت له. وبعدها الست دي طلعت خاتمين من جيبها، لبست خاتم منهم لبنتها المتوفيه والتاني لبسته لاناتولي. وفي نفس اليوم يروح اناتولي البيت ويحلم بناتاشا، بس على كلامه ما كانش حلم عادي، ده كان كابوس. وساعات كان بيحس اللي هو بيحلمه ده مش حلم بس، ده اكن حقيقي. ونفس الحلم كان بيتكرر معاه كل يوم بنفس التفاصيل. والحلم بقى اللي هي كانت بتجيله وبتعرض عليه اللي هي تعلمه السحر، لكنه كل مره كان بيرفض لانه كان بيخاف. لحد ما في يوم ناتاشا جات له في الحلم وقالت له لو انت مش عايزني ازورك تاني حاول تروح تبات ليله في المقبره عندي وانا مش هجيلك تاني. وبالفعل عمل كده وراح بات ليله. والغريب بقى اللي هي ما جاتلوش في الحلم تاني، قال اللي هو فضل طول حياته بيحلم اللي هو يكون اب، لكن في نفس الوقت كان رافض فكره الزواج. قرر يتبنى طفله وقدم فعلا طلب تبني، لكن الطلب بتاعه اترفض. وفي الفتره دي كان بيشتغل صحفي وفي واحده من الصحف، وتحديدا كان قسم الوفيات. وبحكم شغله طبعا في الفتره دي اللي هي ال3 سنين اللي اشتغل فيهم صحفي في قسم الوفيات زار يمكن اكتر من 700 قبر. ولك ان تتخيل الاناتولي كان حافظ كل المعلومات اللي كان بيزورهم في جميع المقابر، لدرجة كمان اللي هو حافظ كل مقبرة فيها مين اللي مات وعمره قد ايه ومات امتى ومات بسبب ايه وتاريخ ميلاده امتى. بس اناتولي بعد ما قرر يجمع ويحفظ كل المعلومات دي بدأ ينبش القبور، وبالاخص قبور الاطفال وبالتحديد بنات، وابتدى يسرق جثثهم ويحنط جثثهم ويلبسهم لبس اكني لسه موجودين ولسه حيين. اناتولي كان عارف كل اسم من الجثث دي، وكمان كان عارف اعياد ميلادهم، لمجرد اللي كان اي واحده من الجثث دي بيجي عيد ميلادها كان بيعمل لها عيد ميلاد وكان بيحتفل معاها وكان بيجيب لها كمان هديه. وده سببه كله بسبب حبه للبنات واللي هو كان نفسه يكون عنده طفله. والغريب بقى اللي في اقواله
قعد يقول اللي هو مش ندمان على اي حاجه عملها، وانه كان بيحمي الاطفال دي من اهاليها. والشرطه لما سمعت الاقوال دي منه اتاكدوا ان هم قدام شخص غير طبيعي، وتم تحويله لمصحه نفسيه. وفي تقرير المصحه دي قالوا اللي هو عنده جوزوفرينيا، وده بيؤدي اللي هو بيتهيأ له حاجات ما بتحصلش. جايز يكون اللي وقعت المقبره والبنت اللي طلع بيحلم بيها دي تكون اصلا هلوسه وما حصلتش، ومفيش اي دليل على صحه كلامه. ولحظه الحكم على اناتولي فضل يصرخ ويشتم اهالي الاطفال لما حضروا الجلسه، وقعد يقول لهم انتوا ازاي كنتوا بتسيبوا اطفالكم في المقبره لوحدهم؟ انا كنت بحميهم منكم. ويتحكم عليه بالسجن لكن في مصحه نفسيه، ولحد يومنا ده وهو لسه بيتعالج في المصحه. لك ان تتخيل ان شخص بالذكاء ده والمنصب اللي كان فيه كان بيخفي وراه حاجات محدش يعرفها لحد ما ربنا كشف الحقيقة. والقصة دي مش بس اتكلمت عنها صحف عالمية، بل اتكلمت عنها صحف عالمية وأجنبية وعربية، وكمان اتكلمت عنها مصر. ويبقى أنا كده خلصت قصتي. ولو أنت وصلت معايا للنهاية ما تنساش دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتنزل تكتب كومنت حلو. ولو أنت أول مرة تتابعني يا ريتك تعمل بصبعك الجميل ده اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. سلام.